درتي هذا الخيط هذا في رجليه حيت كيتضارب هو واحد الفرج واحد اخر. والفرج الذكور ملي كيوصلوا لواحد المرحله ديال البلوغ كتكون فيهم ديك العدوانيه وديك المضاربه. ولا كنتي خارج وغفلتي عليهم غير واحد شويه وعندك المساحه ضيقه في الدار ودايرهم مع بعضياتهم، ممكن واحد الفروج يقتل واحد الفروج اخر. داكشي علاش الحل اللي كندير انا هو كناخذ واحد من هذوك الفرارج وكندير لهم واحد الخيط بحال هكذا في رجليهم. كندير ليه واحد الخيط هكا في رجليه وكنخلي واحد المسافه ما بين كل رجل ورجل بهذه الطريقه هذه. مسافه ما بين كل رجل ورجل، وهذه المسافه يلا كتكفيه يتمشى باش يشرب، وتكفيه يتمشى باش ياكل وباش يستراح. اما باش يجري ويدير ديك السرعه ديال يدار مع الاخر ما يمكنش. كنجيب الذكر الاخر كندير ليه نفس العمليه، وبالتالي الا خليت لهم الحريه وما درتش لهم هذا الخيط كتكون عندو ديك السرعه في العدوانيه وفي الهجوم. الا درت لهم هذه الطريقه هذه كتولي عنده يلا كتكفيه باش ياكل كما قلت ويشرب، وكتخلي واحد الفتره مع بعض حتى كيولفوا. ملي كيولفوا صافي كتحيد لهم هذا الخيط هذا وكتطلقهم. هذه الحاجه الاولى اللي كندير. الحاجه الثانيه هو كنجيب واحد النسبه ديال الملحه وكنديرها في الماء. ملي كدير الملحه في الماء بحال كتمتص هذاك الغضب وديك العدوانيه اللي كتكون عندهم وكيتعايشوا هما كالم. هذا الاخوان هو اللي كيدار معاه، هذا هو اللي كيدار معاه. دابا هذا غادي ندير ليه نفس الطريقه ديال الخيط، من بعد غادي نجيب هذاك الذكر ونحطو معاه. هو الاخوان الفروج الثاني تا هو درت ليه نفس العمليه وخليت ليه واحد ليسباس ما بين الرجال والرجال. دابا غادي نطلقوا. دابا كيتمشى ولكن الحركه ديالو مقيده، الحركه ديالو ما سريعاش. الا جا مع الفروج الاخر ما يقدرش يجري بالسرعه باش يهجم عليه. يلا حدو كيمشي بواحد الطريقه بطيئه باش ياكل وكيشرب صافي. كما قلت لكم دابا وصلوا للمرحله ديال البلوغ. في هذه المرحله هذه الفرارج الذكور كيتضاربوا مع بعضياتهم، وخص ضروري تراقبهم، حيت الا خليتهم ضاربين وغفلت عليهم واحد الفتره ممكن واحد يقتل الاخر. وكما قلت لكم هذه هي الطريقه اللي كندير. بحال دابا هذا هو اللي قيدت ليه الحركه ديالو، قيدت ليه رجليه بواحد الطريقه، الاخر درت ليه نفس الطريقه. وغادي نجيبو ان شاء الله هنايا ونراقبهم. وفي هذه الفتره هذه كتحط لهم بحال هذه، كتحط لهم بحال هذه الكرتونه هذه وكدير فيها النجاره وكتخليها لهم، كتوجدها لهم باش يبيضوا. في هذه الفتره هذه كيديروا البيض. واخيرا واخيرا اول بيضه بعد عناء طويل. اول بيضه. يلا بنشرح لكم الطريقه ديال هذه. كنحطها هذه على شكل بيضه، هي ديال البلاستيك كنحطها يبيضوا عليها. ولكن المفاجاه الجميله هي انني لقيت اول بيضه بعد عناء طويل. اول بيضه. كما قلت لكم الاخوان هذه اول بيضه.
من جد وجد. هاد البيضه الاخوان راه بيضه ملقحه ديال الفروج. البيض اللي كيكون ديال الفروج هو البيض اللي تقدر الدجاجه تقرق عليه ويخرج الفراكس. اما البيض اللي ما كيكونش ديال الفروج، هذاك النوع ديال البيض راه واخا تقرق عليه الدجاجه راه ما كيخرجش الفركوس. هذه بالنسبه معلومه للناس اللي ما فاهميش في هذا المجال ديال الدجاج. راه الدجاجه ممكن دير البيضه بلا فروج، ولكن ديك البيضه اللي كدير بلا فروج ما كتكونش بيضه مخصبه، يعني واخا تقرق عليها ما غاديش يخرج الفركوس. ولكن هذه راه كاينين الفراج، هذه راه بيضه مخصبه، وبالتالي الا قرقت عليها الدجاجه غادي يخرج الفركوس. غير انا حاليا بغيت هاد البيضه هذه نديها بما انها اول بيضه. ثاني حاجه عندي المساحه ضيقه، وكنت شحال هذه درت المشروع ديال الدجاج وتفرغت ليه ودرت ليه واحد المساحه كبيره ودرت تقريبا اكثر من 130 طائر عندي في الدار. ولكن دابا عندي مساحه ضيقه وكنديرهم كهوايه، وفي نفس الوقت كتكسر بهم الروتين وكدير يعني كتحس براسك كدير واحد العمل يومي في النهار. حتى هما راه كيخلقوا واحد لومبيونس، يعني فاش كتربي واحد الحيوان عندك في الدار كتخلق به واحد لومبيونس، كتكون عندك واحد لاكتيفيتي في الحياه، يعني ما كيكونش هذاك الخمول وما كاين ما يدار. على الاقل لما حدك انت متفرغ ليهم غير هما، ما كاينش شي حاجه اللي غادي تبرزك عليهم، يعني كتخلق بهم واحد الروتين في حياتك. هذا الشيء اللي كاين. ها هو الاخوان هذا اللي كانوا كيضربوه وربطت ليه رجليه ومشيت حتى هما ربطت ليهم رجليهم. غنشوف هاد العمليه اللي درت واش غتعطي شي نتيجه ايجابيه ولا لا. هما انا كما قلت كاين 3 ذكور كيتعداو عليه، كاين هذا وكاين هذا، بالاخص هذا. هاد الجوج دابا ربطت ليهم رجليهم حتى هو ربط ليه رجليه، وغادي نشوف النتيجه واش غتكون مزيانه ولا لا. كما كتشوفوا ها دابا الطريقه باش كيتمشاو، يلا كتكفيهم باش يمشيو ياكلوا ويشربوا، ما كتكفيهمش باش يديروا ديك السرعه باش يتعداو على بعضياتهم. هاد الجوج راه مشدودين ليهم رجليهم، هادو لا، هادو راه دجاجات. هذا اللي معدين عليه هو خايف، هو رجع عندي. سير هو دافع على راسك، سير هو دافع على راسك. هذا ما صدقش ساهل. بس نحيدو هذا كاع، نحيدو كاع مرة. كما شفتوا للاسف هذا نيت حتى هو، حتى هذا كيضربو. هذا دابا راه حتى هو كيضربو، هذا حتى هو فروش كيضربو. هذاك راه هجم عليه وهو السبب ديالو كاع باش نزلتو، هذا كذلك كيهجم عليه. اذا العمليه باءت بالفشل، غادي ننزلو هادو، غادي نخليهم هنا مع بعضياتهم، هو غادي ننزلو، هو غادي يبقى بوحدو. دابا الاخوان درت واحد شويه ديال الملحه، درتو في الماء ديال الشريب، درتو هنايا باش يذوب في الماء، وغادي نسد عليها وغادي نعطيها ليهم. هذه ديال الماء كنت كندير فيها الماء عادي، الماء ديال الروبيني. هاد المره قررت ندير معاه واحد شويه ديال الملحه، ودابا حطيتها لهم باش يشربوا. الملحه ملي كيشربوها مع الماء، دوك الفراج اللي كتكون فيهم ديك المضاربه
كيولوا كالم، ما كتبقاش فيهم هذيك العدوانيه وديك المضاربه. كندير غير واحد النسبه ديال الملحه كنديرها هنايا في الماء في الشرابه ديالهم صافي. اما بالنسبه لهذيك القضيه اللي درت انا ديال الخيط، اول حاجه ما نجحاتش، يعني ماشي كما تصورت. ثاني حاجه ممكن شي واحد يطيح والاخرين يبقاو يضربوا فيه. عليها هذيك الغيطه بمره درت هذه ديال الملحه، الا في الماء الا صدقات راه مزيان، وغالبا غتصدق. ما صدقاتش راه ضروري غادي نضحيو بواحد جوج فرارج باش يلاه ندير واحد التوازن. المساحه ضيقه اش غدير لهم؟ ضروري غتضحي بواحد جوج، دير بهم واحد الوجبه دسمه، وجبه على حقها وطريقه. وجبه سيدي بلديه مع الزيتون ديالها. نعم سيدي، ما كيسمعوني. ها الفراش كيسمعوا، سمعتو؟ راه الله يضرب فيكم، غندير ليه واحد الوجبه دسمه. كما قلت كان المشكل الواحد اللي طلعت على قبله هو هاد الفراج هادو اللي كيضاربوا، ولكن كانت بادره خير، وكانت بشرى ساره انني لقيت اول بيضه. دابا هذه بدايه ديال البيض. من هنا لقدام ان شاء الله دائما فاش غادي نبقى نطل غادي نلقى البيض ان شاء الله. ولا بغيتو ونبقى ندوي لكم على هذا المشروع هذا والتجربه ديالي فيه، وشنو الايجابيات والسلبيات ديالو، وشنو انواع الدجاج اللي كيدير البيض كثر، شنو النوع ديال الدجاج اللي كيناسب كل واحد، حيت الدجاج راه انواع، كاين البلدي، كاين الكروازي، كاين الرومي، كاين المهم هما انواع وتسميات مختلفه. لا بغيت ندوي لكم على هذا المشروع هذا، لا من ناحيه الربح ديالو من ناحيه اللحوم ولا من ناحيه البيض، قولوها لي في التعاليق وغادي ندوي عليه ان شاء الله، وندوي على التجربه ديالي. وكاينين كاينه واحد القناه ديالي من غير هذه القناه هذه اللي كندوي لكم فيها، مخصصها فقط للحيوانات، وكنوثق فيها التجربه ديالي مع المشروع الاول ديال الدجاج من الالف ديالو حتى الياء ديالو، واللي فيه تقريبا جميع التفاصيل وجميع التجربه ديالي، بدايه من اللي كيفحصوا البيضه انتهاء من اللي كيكبروا كيديروا البيض. وغادي تشوفوا كل شيء بالتفاصيل. الا بيتوا هذه التجربه نشاركها معكم قولوها لي في التعاليق، غادي نشاركها معكم، نخلي لكم رابط القناه الثانيه. يلا السلام عليكم.